السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك لكم يا رب. ايه ده يا ام ادم اللي انت بتعمليه ده وماسكاه لوبيا يا حبايبي كده وليا بقى وحاجات كده نعملها بقى. واحد يقول كل يوم يا حبايبي ناكل ايه ونشرب ايه، والله العظيم بجد في الغلا اللي احنا فيه ده حاجة غالية جدا. انا كنت من ساعتها كنت زمان صورت، بس يا حبايبي لقيت التليفون بيعلق كل شويه امسح اللقطه وارجع من تاني، اكني بعمل بوست في فيلم مشهد كده، والله العظيم بجد التليفون ده هيهبني. طب هتعملي ايه يا ام ادم؟ النهارده هنعمل شويه لوبيا يا حبايب قلب ام ادم، حبه لوبيا كده انا سلقاهم جمال كده. وطبعا الخلاط بتاعي اتحرق يا حبايب قلبي، اتحرق. انا زعلت قوي والله بجد، بس ان شاء الله هجيب خلاط باذن الله، لو على قد كده خلاط صغير كده، هو عامل 300 جنيه. هجيبه بقى امشي بيه غرضي. وعندي خلاط تاني يا حبايبي بس مش لاقيه له قطع غيار، الكوز بتاعه يعني واحد يقول لي من في مصر قطع غيار، وواحد يقول لي من في اسكندريه قطع الغيار. انا عندي خلاط لونه نضيف جدا، بس طبعا الشفشق بتاعه مكسور، مش لاقي له قطع غيار خالص، ركناه تحت السرير. انا حاليا لو لقيت الشفشق بتاعه هجيب الشفشق، ما لقيتش الشفشق هضطر اني اجيب خلاط عشان اشتغل بيه، طبعا عشان رمضان والعصاير ما ينفعش. يلا يا حبايبي عشان ما نطولش، بس انا بشر الطماطم طبعا عشان ايه، انا هحط معلقتين صلصه كده يا حبايب قلبي عليها. يلا بينا. هتعملي ايه في الليه دي يا ام ادم؟ هنعملها نسيحها، انا بحبها فريش كده، بس انا زي ما قلت لكم واخده مكان في الفريزر، والفريزر بتاعي صغير. يلا يا حبايب قلبي، دي بقى ايه بعد ما اخلص الاكل ان شاء الله هسيحها. خدت منها حته ليه عشان طبعا البصله بتاعتنا هحمر بقى اللوبيا، مفيش اسهل من اللوبيا يا حبايب قلبي، وهنعمل جنبها شويه رز ابيض. يلا بينا يا حبايبي. انا بس الرز بتاعنا كده اهو يا حبايبي، بقى ايه كده اهو، انا غسلاه على فكره اهو. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ والله العظيم بجد كل حاجه غاليه في الدنيا، كل حاجه، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. يلا هتعملي ايه يا ام ادهم؟ اول حاجه ان شاء الله باذن الله هعمل اللوبيا بتاعتنا الجميله اهي اهو يا حبايبي. خليه قوم يا مصطفى، يلا قوم وقف بيه اهو يا حبايب قلبي. هو يا ابني تعبان، مش عارفه يا حبايبي بيسنن، مش عارفه ماله عمال يزن كده، هو تعبان تعبان يا حبايبي. يلا الحمد لله. اول حاجه هنزل بالليه بتاعتي الجميله ديت عشان تطعم لنا الخضار بتاعنا، طبعا الليه بتاعتنا هي طعم اللحمه طعمها حلو. انزل عليها بحبه زيت صغيرين، حبه زيت كده عشان ايه، هي هتخليها تسيح يا حبايب قلبي عشان ما تلزقش في القعر اهو. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب، وما تحرمش بيتكم ابدا. واشكر كل واحده بتدعمني، وكل اخت بتقف مع اختها ام ادهم، ربنا يسترها. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، بنسبه عيد الام، كل سنه وانتم طيبين، عيد الام بكره ان شاء الله. يلا الحمد لله. انا بس بسيحها كده، انا دي سلقاها، انا سلقه اللوبيا يا حبايب قلبي، انا سلقه اللوبيا بتاعتنا. وديت برده الطعام للخضار بتاعتنا، برده احطها في وسط الخضار كده، فيها حتت من حتت اللحمه، لقيتها في قلب الليه، وطعمنا برده للخضار بتاعنا بيبقى طعمه حلو وفيه غذا برده، اكنك بتحطي سمنه فلاح. اه والله العظيم. طبعا دلوقتي يعني في ناس تقول لك يعني ايه الليه والكلام دوت، ما يعرفهاش الا الناس اللي هم الايه، اللي هي امي وامك، الناس الكبار اللي هم الامهات الجميله بتاعتنا دي، اللي طبعا يعني انا واحده من الناس والله العظيم انا ما شفتش امي، انا ما شفتش امي خالص ولا اوعالها. يعني ممكن يعني هي بقى اتفصلت من والدي، وانا بقى عمتي ربتني، عمتي الله يرحمها، عمتي الله يرحمها ويسامحها يا رب، كانت ست اميره وطيبه والله بجد، وربنا يرحمها يا رب في الجنه ونعيم، في الجنه ونعيم. هنزل بحبه زيت برده يا حبايبي كده عشان ما تجلسمش برده اهي، هي اللي هي بتاعتنا مش بتجلس اهو. هتعملي ايه يا ام ادهم؟ اهو هنزل بقى بالايه، ببصلايه انا مقطعاها حتت صغيره، وقرن فلفل حامي كده، بس خليها برده شوفوا بتنزل سمنه كتير ازاي اهو. معلش يا رحيل اهو يا حبايبي. بس اللي هي بتاعتنا جميله كده اهو، وهحطها عملنا كده الفطار يا مصطفى.
يا حبايب قلبي، ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب. ده انا هسيحها وهنعمل الرز. راجعه لكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليا. بالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك واشتركوا في القناه عشان قناتي مش هتكبر الا بيكم يا حبايب قلبي ام ادهم. وفعلوا الجرس عشان يجيكم كل جديد من اختكم ام ادهم. كل سنه وانتم طيبين وانا معاكم اهو حبايبي. يلا كده ايه، حملنا البصل اهو مع الليه بتاعتنا. هنزل بقى على عصير الطماطم كده يا حبايبي. انزل عليها ايه بحبه فلفل اسمر كده. ايه التوابل اللي موجوده عندك يا حبيبه قلبي، مفيش اسهل من اللون. شويه بابريكا صغيره كده اهو. وايه تاني، حبه كمون ندعه صغيره بس خلاص كده. واحده من المرقه بتاعتنا ومعلقه كزبره ناشفه كده او معلقتين، بس معلقه صغيره يا حبايبي. معلقه كزبره ناشفه كده اهو. وتحت هنا لا اله الا الله محمد رسول الله. حبه سكر صغيرين يا حبايبي بس كده اهو. وحبه ملح صغيرين بس عشان انا حاطه ورقه امامي برضو. هتعملي ايه؟ هعمل بصوا يا حبايبي، انا الصلصه بتاعتي اخد بس شويه صلصه، معلقتين صلصه كده عشان الطماطم بتاعتي ايه دي لسه بفتحها معاكم اهو. الصلصه دي مطلعاها برضو من حاجه رمضان. ارجع لكم تاني معايا المحاول معاها. غلبتني يا حبايب قلبي، غلبتني. عماله ايه بنتي اللي متجوزه قاعده معايا هنا ايه جوزها مسافر، مش عارفه افتح علبه الصلصه والله ما عارفه افتحها. كنت عماله بقالي ساعه كده، حتى انا قفلت معاكم الفيديو عشان ايه اعرف اتعامل معاها. قامت بنتي قايله لي هاتي يا ماما كده، بتقولك فيها كده. بصوا يا حبايب قلبي عشان ايه، واتفتحت معاها على طول والله. اي علبه زي دي مش عارفين تفتحوها وجامده وجامده جدا. بتقول لي اعملها كده وكده تعمل كده. بصوا تعمل الصلصه كده، قعدنا نعملها كده 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 وتطلع يعني ما تكملش دقيقه كده. وتنها بقى عاملاها رجعات تاني كده. والله وكده بتعمل كده اهو. استنوا لقيناها اتفتحت. والله العظيم يا حبايب قلبي. يلا كلنا بنتعلم يا حبايب قلبي عادي يعني، كلنا بنتعلموا. ايه هنعمله في الصلصه دي بقى يا ام ادم؟ انت خدتي قلت له ايه، خدت معلقتين اهو. هتعملي ايه تاني بقى؟ نحط بس حبه زيت عليها عشان طبعا ايه ما تبص مننا. انا حطيت كمان 3 معالق اهو. ايدينا نضيفه يا حبايبي، ايدينا نضيف. والحته دي برضو انا غسلاها فيها كرور كمان حته كرور. بصوا هحط حبه زيت صغيرين كده اهو من فوق الوش عشان ايه الصلصه ما تبص مننا اهو يا حبايبي. بصوا حبه زيت بقى اهو عشان ما تعملكمش عفانه من هنا. دايما لما تاخدي من الصلصه بتنضفي حواليها وبتاخدي ايه وتحطي حبه الزيت عشان ما تبصي مننا وتبص تعمل حاجات سودا من فوق. الحاجه غاليه يا حبايب قلبي دلوقتي، ما تعرفيش الصلصه دي بكام، هي جايه لي من حاجه رمضان. يلا يا حبايب قلب ام ادم اهو. حمدي بس تتسبك مع بعضها. هتنزلي باللوبيا دلوقتي يا ام ادم؟ لا، لما ايه تتسبك شويه كده تطلع لي الزيت بتاعها جميل كده واغطي عليها. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا رب ويخليكم اولادكم يا حبايب قلبي. انا عامله الرز اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا معاكم اهو. ما تنسوش في اللايك، واللي مشتركش مع مدام يشترك بالله عليكم. والصلصه كلنا بنتعلم من بعضنا. انا ما كنتش عارفه افتحها والله. بنتي قالت حاولنا كده يعني، فضلنا كافينا كده ونقعد نخبط. كلنا بنتعلم يا حبايبي مش عيب، كلنا نتعلم من بعضنا. ما تنسوش اللايك كده بالله عليكم، شجعونا بالله عليكم. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نعمل الرز مع بعضنا. هنعمل شويه رز حلوين كده، رز ابيض اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مولعه النار واللوبيا بتاعتي هحط حبه ايه الزيت كده اهو. انا عندي السمنه يا حبايبي بس ايه هطلعها ان شاء الله بقى في رمضان، عشان رمضان بيحتاج سمنه كتير وحاجات بقى كتير من دي. حطينا حبه زيت حلوين. انا غاسله الرز بتاعي من بدري، انا غاسلاه اهو. اهو يا حبايب قلب ام ادهم. انزل بالرز بتاعي كده بسم الله ما شاء الله اهو على ايه
على الزيت بتاعنا اهو يا حبايبي. يا رب بس تكون الكاميرا ايه، انا مش بعيد يعني. انا بصوا هو جايبني بالطول كده. انزل بيه بحبه ملح، المعلقه بتاعتي اهي نضيفه. افضل بصوا يا حبايبي اشوح الرز كده اهو مع ايه. مش هعمل حبايه وحبايه، ان انا عندي عيالي في منهم ما بياكلوش الحبايه وحبايه، زي ابني الكبير ما بياكلش الرز حبايه وحبايه. عندي مصطفى ما بياكلش برضو الرز حبايه وحبايه. مش عارفه عندي عيالي في منهم ما بياكلوش الرز حبايه وحبايه. اهو مع الزيت كده والملح اهو يا حبايبي كده ايه. انا معليه النار يتشوح بس على النار كده اهو. بسم الله ما شاء الله. مش هتعملي في الليه دي يا مؤاد؟ انا هعمل الليه دي يا حبايب قلبي. نحط ليه بوس كده. طبعا الليه بتاعتي هنعملها مع بعضنا. اشوف بس الايه التسبيكه بتاعتنا دي اهو، عشان انا حطيت معاها ايه حاجات من دي زي فيها قطع من لحمه يا حبايبي كده بتطعم لنا الخضار بتاعنا. لازم يكون مستوي. بسبكه الاول في ايه، في الحاجه بتاعتنا، في الدمعه الجميله ديت. الصلصه مخلينا الطماطم الجميله. حطينا البهارات بسم الله ما شاء الله. لا لسه يا حبايبي، عشان فيها حتت من اللحمه يا حبايب قلبي كده على صغيره كده من ليا يعني، اللي كانت في الطبق، اللي كانت في الطبق دوت تطعم برضو الخضار بتاعنا. يلا الرز اهو اديله تشويحه على النار بس كده اهو. بسم الله ما شاء الله كده. وبعد كده ايه هننزله بيه بالميه. هو المفروض يا حبايبي لو عندي كاتل هحط ميه سخنه، بس ايه هنعمل ايه بقى؟ بحط له ميه كده ايه من الحنفيه. كل ست بيت عارفه اللي تظبط الرز بتاعها ازاي طبعا. بسم الله ما شاء الله. ربنا بصوا يا حبايبي بس كده. هو الشفشق ده يا دوبك بس، مش هحط ميه تاني. بس الشفشق كتير لا يا حبايبي. انا حاطه زي كيلو وربع رز او كيلو ونص، عشان احنا ايه افرادنا وكده ومعانا اطفال وكده. حاطه زي كيلو ونص رز فالشفشق ده وخلاص. حطينا حبه الملح والنار بتاعنا عاليه عليه اهو. ادي الرز بتاعنا يا حبايب قلبي. وطبعا الليه بتاعتنا دي هتعملي فيها يا ام ادم هنسيحها يا حبايبي مع بعضنا. هنسيحها عشان واخده ايه، واخده مكان جامد في الفريزر مضايقاني. وانا كل الحكايه الفريزر بتاعي صغير. الفريزر بتاعي صغير يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه لها بس حبه ميه. انا بصوا حبه كده عشان طبعا ايه انا عايزه الليه بتاعتي تستوي، اللي فيها قطع اللحم فيها حته لحمه صغيره كده اهو. عملنا اللوبيا بتاعتنا والخضار بتاعنا. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم. مش عارفه رايحين ماله يا حبايبي، زعلان. ابني الصغنن كده زعلان كده مش عارفه ماله. عامله بس الشفشق ده برضه عشان الميه بتقطع عندي. اما الشفشق لا اله الا الله. مش اللايك بقى يا حبايب قلبي ام ادهم. ولا برضه الكوبايات دي عشان عندي عيال بيحبوا، ابني ادهم بيحب يشرب. كوبايتين ميه بحط لهم على الحوض او احط لهم على الترابيزه هنا، يوم ما يعوزوا يشربوا يخشوا يشربوا، عشان انا عندي ابني ادهم بيحب الميه. خد يا مصطفى شيل دي في التلاجة بس ما تلعبوش فيها بقى بالله عليكم عشان ما تحاسب بالراحه. الرز بقى على النار يا حبايبي. ارجع لكم بس كده ان شاء الله معدي ما تتسب كده وانا معاكم اهو. ما تروحوش في اي حته. شوف ابني الصغير ماله جاي لكم يا حبايبي. ما تنسوش في اللايك واشتركوا في القناه، واللي ما اشتركش يشترك. وكل سنه وانتم طيبين يا كل ام عظيمه، يا كل ام احلى ام في الدنيا. حبايبي يا حبايبي يا حبايبي يا حلوين. بصوا كده يا حبايبي. كنت جايبه الخضره دي قلت هتبوظ مني. هما ربطتين اهمت. بصوا انا غسلاهم طبعا. انا مش محتاجاهم دلوقتي
انا مش محتاجه الخضره دي دلوقتي. هتعملي فيهم ايه يا ام ادم؟ هعملهم يعني يا حبايبي لو قعدوا هيبوظوا. لا يا حبايب قلبي، انا غسلاهم خليها فل. هتعملي ايه يا ام ادهم؟ بصوا بقى انتوا يا ربي، بس ايه، انا هقطعهم حتت صغيره كده على الترابيزه بتاعتنا الفله الجميله دي تتغسل. بلمعها بالكرور يا حبايبي. هقطعهم، هي ربطه بقدونس على ربطه خضره اهو. خليها ايه اهوت. هشيلها طبعا فين يا حبايبي؟ هشيلها في الفريزر. ما انا مش محتاجاها دلوقتي، يعني مش محتاجاها ولا محتاجاها مثلا بكره. هنخليها في الفريزر بدل ما تبوظ خساره. ما عندناش مثلا متاخرنا مثلا عايزين نعملوا اكله مثلا نطلعها سريعه، هي نضيفه اهي يا حبايبي متقطعه وكلها جميله اهي. اهي يا حبايب قلب ام ادم. بقطع على الترابيزه يا حبايب، بيقولي كده نجيب قطعه كده ونجيب كل حاجه جميله عندنا اهو يا حبايب. اشيلها كده في الكيسه يا حبايبي واشيلها في الفريزر. ما طبخه حبه محشي اهو. انا عايزه اشتري منهم بجد يعني شويه كميه. كانت الرده بجنيه ليه يا ام ادم؟ عشان انا عايزه اخشهم في رمضان يا حبايبي. نعملوا محشي نطلع بقى وكده ايه اهو. في كيس عندي نضيف كده. الكيس ده نضيف والله اهو. كان مطرحه الرز، هو نضيف، هو كبير قوي بس ايه اهو. انا عندي شنط تلاجة بس مش عارفه هما فين دلوقتي، ايدي شايلاهم فين مش عارفه اهو. بدل ما يبوظوا هيصفروا في قلب التلاجة اهو. انا غسلاهم في الميه من الصبح ونقعاهم. هو الكيس كبير مش اشكال اهمت يا حبايبي كده اهوت. واشيلهم في الفريزر اي طبخه تانية يا حبايب قلبي. اصل انا مش محتاجاهم، ولا محتاجاهم النهارده ولا بكره. طب وليه طيب يبوظوا ويصفروا بقى اهو؟ والربطه بجنيه. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا حبايب قلبي. الرز طبعا لسه ما استواش اهوت. اشوف برضو دي انت لسه يا ام ادم كل دي التسبيكه يا حبايبي. بصوا فيها قطع حتت لحمه، دي فيها حتت قطع لحمه بعد ما شوحت وحطيتها كده مع التسبيكه تتسبك. بصوا يعني هي برضو طعم الخضار بتاعي برضو لازم. ليه؟ ان انا سلقه اللوبيا. اللوبيا بتاعتي اهي انا سلقاها. اللوبيا بتاعتي مسلوقه هتستوي بسرعه. طب هتستوي ولسه اللي هي ما استوتش، اللي فيها قطع اللحمه الصغننه دي اهي. وانا بطلع اللي هي لقيتها في ايه؟ في وسط الليل. هم برضو العيال بيحبوا ياكلوها برضو. لسه ما استوتش يا حبايبي. متنسوش في اللايك بالله عليكم، واللي مشتركش مع مدى يشترك في القناه. ودول خدتش في ايدينا ثواني وهشيلها في الفريزر دلوقتي. ويلا بينا يا حبايب قلبي. متنسوش اللايك بالله عليكم. لقينا الكيس بتاع الرز. بصوا كنت انا فضيه الرز دلوقتي ببص لقيته في الطبق اهو. بصوا يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي. قلت ايه كيس كبير كده عليه نخلوه حاجه اكبر. اشوفه بقى بحبه ميه ونشيله في الفريزر اهو. لا ده كبير قوي. ده كيس رز يا حبايبي اهو. بصوا حطيت فيه الخضره اللي انا كنت عاملاها معاكم اهو. اهو يا حبايبي. ونشيلهم بقى في التلاجة اهو. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا رب ويخليكم اولادكم زي ما بتدعموني كده يا حبايب قلبي وقلبي. يلا يا حبايبي هسقط اللوبيا اهو. سقط بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقطها يا حبايبي برضو. ناخد لها غلوتين 3 كده تشرب من الدمعه بتاعتنا. يا حبايبي احلى من اللحمه ومعروفه والله العظيم. اللوبيا الحبيات اللي هي بصوا من اللي زي دي، والفاصوليا برضو جميله جدا ومعروفه يا حبايب قلبي. معروفه الغذاء بتاعها قد ايه والله. كان زمان لما كنت انا يا حبايب قلبي كنت انا حامل في مين؟ في بنتي الكبيره. كنت انا حامل في بنتي الكبيره اه والله ما بكذب عليك. وكنت رايحه للدكتور. الستاند ده مدوخني يا حبايبي. وكنت رايحه للدكتور وايه، وكانت معايا حماتي بقى الله يرحمها ويسامحها يا رب وبربش الطوبه اللي تحت. بجد كانت طيبه جدا والله يا حبايبي. كانت حماتي دي كانت ست اميره جدا والله، ولا عمرها زعلتني.
ان انا كنت انا من محافظه كفر الشيخ طبعا، وهي كانت من القاهره وانا اتجوزت من القاهره. والله بجد بجد، ولو كان ابنها بيزعلني كانت هي بتقف في صفي، وكانت دايما بتزعق له وتقول له لا ده اختبار غريبه. وكان رغم ان والدي في القاهره، انا ابويا واخويا في القاهره في الحسين على طول يعني. اللهم صل على النبي. كانت لما كان هو يزعل لي والله بجد، ولا يعمل فيا حاجه، كانت هي بتزعل وتزعله وتقول له اطلع بره. الله يرحمها ويسامحها. مش كل الحوامات يا حبايب قلبي وحشه، ومش كل الحوامات تبقى كل واحده بقى تبقى معاها حماتها مثلا او وحشه او كده تقول لها والله مش كلهم بجد. بجد لا، في حوامات بتعتبر مرات ابنها دي حته منها. ان كانت حماتي ديت اصلا يعني اقول لكم ايه، ما عندهاش بنات، كان عندها 3 صبيان. هم 3 صبيان يا حبايب قلبي. ماشي طبعا. كانت بتعتبرني زي بنتها والله العظيم، وكانت بتخاف عليا، وياما كنت بتدلع عليها، وكان بيحصل برضو بينا مشاكل بسيطه كده مش عارفه ايه. كانت هي تاخد بعضها عشان انا كنت عايشه مع حماتي في بيت واحد. انا كنت عايشه مع حماتي في بيت واحد، كانت لها اوضه وانا ليا شقتي، وكنا قاعدين عندها يعني وكده. كان ظروف ابو عيالي، كان ظروفه لما كنت عايشه معاه يعني. طبعا ما فيش نصيب دلوقتي يا حبايبي، كل هي بقى الله يرحمها، وانا سبت ابنها، وكل شيء اسمه نصيب. بس انا بصوا، كل ما بفتكرها اقول الله يرحمها ويسامحها. مش كل الحوامات وحشه، ولا كل الحوامات مثلا، او كل واحده بقى بنوته مع حماتها مضايقاها وكده، لا والله مش كله. واحنا يا حبيبه قلبي بصوا ان نكسب يعني لو الحما وحشه احنا ناخدها تحت بطننا وناخدها في صدرنا بالكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه جميله جدا يا حبايبي. ومرات الابن يعني اقول لكم الحما بتبقى واخده حته منها، يعني حته من جزء، يعني ربت وكبرت بس دي سنه الحياه. يعني انا اسم الله اهوت، اسم الله ربنا يحفظهم لي، معايا 4 صبيان. انا لما اشوف ابني سعيد انا هبقى سعيده. هشوف بنتي مثلا لما هي بسطه ابني هبقى انا فرحانه. ليه؟ لما بسطه ابني ما انا هعكنن عليهم ليه؟ مش هغير، ولا يبقى في غيره، ولا يبقى في حاجه. بس البنت الناصحه اللي هي تاخد حماتها زي انا ما حاولت حماتي في حضني، خدتها في حضني كده. ليه؟ ما كنتش بخليها تعمل حاجه، ما كنتش بتعبها في حاجه، ما كنتش بخليها تشيل ابني ولا عيل ولا كده. اه والله كان معايا مريم وبنتي، يعني كان معايا بنتين. ماشي. وكانت دايما هي شكلها بتحب الصبيان حماتي، كانت دايما ايه تقول لا الصبيان حلوه مش عارفه. بنتي واخده الوراثه منها، لا كبيره عايزه صبيان برضه، تقول لما ربنا يكرمني يبقى صبيان. يعني يا حبيبه قلبي مش كل الحما والله بجد، كل الحوامات احنا بطريقتنا الجميله ناخدهم تحت بطاطنا. لك الكلمه الحلوه، لو هي حماتي بتعاملني وحش هتلاقي اسلوب مني جميل، انا اكسب بقى. انا اخدها تحت باطي تبقى في حضني. حماتي دي هتبقى ممكن انت تكرهوا امك وهتحب حماتك. ان دعوه الحما مستجابه عند رب العالمين. دعوه الحما مستجابه يا حبايبي. لكن ام بتدعي وقلبها بيقول امين، يعني يقول بعض الشر. بنقولوا احنا لما نيجي عيالنا تزعلنا احنا ما بنهونش علينا، بس كلمه بتطلع من هما بيعملوه فينا. هما مش حاسين معنى الضنا ايه، ولا حاسينها ايه. العيله ما تعملش ايه لما تجرب وربنا يكرمها وتبقى عندها عيل هتحس بالتعب اكتر. هتحس الجيل الزمان دوت مش متحمل، ما عندوش قوه ان هو انا اتحملت كتير يا حبايبي، وتحملت باباهم وتحملتهم والله. بس كل واحد يا قلبي بقى وليه طاقته، يعني كل واحد وخلاص بقى. انا لقمتي اتقطعت مع ابوهم كده، جبت منهم ال4 اولاد دول، وابوهم التاني دوت ربنا كرمني ماليش نصيب بقى في ابهاتهم، معايا ادم ورحيم برضه. يعني يا حبيبه قلبي يا كل بنوته صغيره كده بقول لها، ودايما بقول لبنتي، انا بنتي متجوزه يا حبايبي، وبقول لها دايما لو حماتك وحشه خليك انت حلوه، قدمي انت الخير. الكلمه الحلوه حاضر يا نينا. ما كنتش اقول لحماتي يلا يا نينا، رغم ان قدامكم دي ما شافتش حنان الام. والله العظيم يا حبايبي ما شفت امي، انا ما شفتش والدتي خالص. عشت مع عمتي الله يرحمها، اللي هي عمتي اخت ابويا، هي اللي ربتني انا واخويا. كانت اغلى من الدنيا دي كلها، الله يرحمها ويسامحها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. كميه حنيه وعوضتني عن حنان امي بصراحه ربنا. يعني اقول لكم ايه، انا عشت مع مرات اب، كل واحد عارف بقى، في مرات اب بتطلع حلوه، في مرات اب بقى الله يرحمها بقى ويسامحها عند ربنا. وكل واحد بقى اذانا ما نتمنوش الا نقول الله يرحمه ويسامحه. من عشان ايه؟ طبعا كل بني ادم بيبقى بيعامل اخته او يعني بيعاملنا وحش معنا صح بيتحاسب، بيرجع المحاسبه بتاعته من تاني. لا احنا نقول له الله يرحمه ويسامحه.
يلا هي برضو ربتني وبرضو كبرتني علمتني والصح من الغلط. مرات ابويا الله يرحمها ويسامحها، وفي مرات ابي بتبقى بلسم. يعني يا حبايب قلبي يا كل بنوته كده سامعاني، خدي حماتك خدها في حضنك. حاضر يا نينا ان انت تؤمري بيه يا نينا. عايزه تقولي لها ماما قولي ماما. انا كنت دايما اقول لحماتي يا نينا، عشان كلمه ماما دي انا عمري في حياتي ما قلتها. ما كانش ليا ام اقول ماما. انا دايما بقول لكل بنوته صغيره وبنتي برضو متجوزه، برضو دايما بقول لها قولي لحماتك حاضر، اسمعي كلامها. كلمه حاضر بتريح، هتكسبيها. لو هي مثلا وحشه انت بطريقتك انت بتحرجيها، بطريقتك بتاخدها تحت باطك، بتكسبي حماتك. ان دعوه الحما مستجابه عند رب العالمين. ان انا ام هدعي وقلبي هيقول بعد الشر على ضنايا. دعوه الحما مستجابه عند رب العالمين. زي الام الحما ما بتقدرش تدعي على ابنها. صح يا حبايب قلبي؟ احنا لو حماتنا مثلا بتدلع علينا برضو ما هي كبرت ابنها ومش عارفه لقيت واحده خدته منها. كل ام بقى بتفهم بدماغها كده، لكن دي سنه الحياه. دي سنه الحياه. انا لما الاقي ابني سعيد وابني مبسوط وفرحان هبقى انا فرحانه وسعيده. انا بقولها وحبيت ان انا اقولها بالنسبه عشان عيد الام، وكل سنه وانتم طيبين. عيد الام بكره وكل سنه وانتم طيبين. طبعا كل بنوته انت عامله حماتك اكنها امك بالظبط. اتعاملي معاها كانها والدتك. ولو حماتك وحشه واسلوبها مش كويس، لا مؤاخذه يعني كل ام محترمه، هي لما تشوف مرات ابنها بطريقتها انت بتكسبها عندك، بتخليها بقى تأنب نفسها كده وتقول لا بنتي بتكلمني حلو، بنتي بتعاملني حلو، ابقى انا احاويها كده اخدها في حضني. ماشي والله صدقوني يا جماعه، اهم حاجه القلب واهم حاجه الكلمه. اللسان الحلو هو اللي بيقول الصح من الغلط، ولساننا ده هو اللي بيقول يعني انا عن الناس والله بجد انا ما عنديش حقد لاي حد وبحب كل الناس. روح اشوف الحمل اللي انا فيه ده كله، بس بحس ان ربنا سبحانه وتعالى مديني قوه ومديني ايمان بحاجه جوايا كده. ليه؟ ان دايما بذكر رب العالمين. والله بجد يا حبايبي. وجيلنا مش عارف كده، جيلنا ما بيقولش كلمه حاضر يا ماما ولا نعم يا ماما. بيضحكوا علينا على حته هديه كده مره في السنه. الام يتعامل لها ده، الام دي يتعامل لها كل يوم عيد مش عيد ان انا مثلا اجيب لماما طقم، اجيب لماما حاجه في مش عارفه اللي هي. لا، اللسان الحلو حاضر يا ماما. العيل لما يعرف الغلط يقول حاضر يا ماما، نعم يا ماما، عشان الام دي اللي ربت، الام دي اللي شالت، الام دي اللي سهرت، الام دي بصوا حاجه كبيره قوي. كلمه ماما دي كبيره جدا والله العظيم يا حبايب قلبي. يعرف معناها اللي بيبقى واثق كلمه ماما دي، ما نزعلهاش ما نضايقهاش. هي الام عايزه غير مصلحه بنتها ولا مصلحه ابنها؟ الام عايزه عايزه الابن يبقى ماشي مصالح، ربنا يصلح حاله ويبقى متدين عارف ربه، ما يمشيش مع عيال تفسده. الام عايزه بس الجيل دلوقتي مش زي جيلنا، وربنا يهديهم ويصلح حالهم. وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا يا حبايب قلبي، انا معاكم اهوت. وانت يا بنوته بصي حماتك من هنا ومن هنا وجيبي لها هديه حلوه كده، ولا كل سنه وانت طيب وانت طيبه يا امي. زي ما تجيبي الهديه لمامتك هاتي الهديه لحماتك قبل مامتك يا حبيبه قلبي. دي بتفرحها بتسعدها. لو اي حاجه منها قد كده والله بجد بجد بتفرق مع الحما، هتفرحها وهي هتحس منها ومن نفسها، هتقول خلاص بقى ده بنتي. بجد والله صدقوني يا حبايب قلبي. وانا معاكم اهو، مش في اي حته. كل سنه وانتم طيبه يا كل ام جميله من امهاتنا بتاعت زمان الجميل ديت. كل سنه وانتم طيبين. انا معاكم يا حبايب قلبي. حبايب قلب ام ادهم، عملنا اللوبيا بتاعتنا، عملنا الرز بتاعنا الجميل. بصي يا حبايب قلبي، حطيت حبه زيت صغيرين كده. هنزل بالليه بتاعتي اسيحها. انا مطيه النار خالص زي الشعر يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه اهي. طبعا انا عارفين يا حبايبي ان انا كنت بسحب منها كتير قوي، ده انا كان عندي ليا كتير. كل ما والدي يجيب لحمه باخد الليه، كل ما والدي يجيب لحمه باخد الليه اهو. طلعت لي كميه هسيحها بقى. لازم اوطي عليها النار خالص يا حبايب قلبي. بصوا هي كده. بصوا بقى انا مش هحط عليها زيت ولا اي حاجه. هعمل يا ام ادم؟ هوطي عليها النار خالص بس تعيش بقى مع نفسها. بصوا اهو يا حبايبي، وططها زي الشعره كده. دي بقى هتنزل بقى، هتبقوا مع بعضنا هنشوف هتتعمل ازاي.
وهتبقوا مع بعضنا يا حبايب قلبي، وهنشوف هتعمل ايه وايه اللي هيحصل. اهو يا حبايبي، واحط لها حبه زيت، كوبايه زيت 50 كده اهوت، وهي هتنزل بقى واطبخ منها وخلاص. هتبقى دي ايه، انا كنت بحبها فريش والله، بس الفريزر عندي صغير قلت خلاص بقى. هتعملي ايه يا ام ادهم؟ هغطيها بس يا حبايبي كده بس، تعيش بقى مع نفسها كده يا حبايبي. بقى ايه، تقعد لها زي ساعه. طول ما انت موطيه النار هي هتعيش مع نفسها، هتنزل كل السمنه بتاعتها، وهننزل عليها بايه، اللهم صل على النبي، حبه ملح صغيرين وحبه فلفل اسمر صغيرين كده، وهنزل عليهم بحبه الزيت، كوبايه الزيت اللي عندي، وخلاص على كده. وافضها بقى تبرد، افضها في برطمان، ودي بتبقى اللي هي بتاعتي. تنفعنا برده في رمضان، تنفعني في كده. وهكون برده عشان هيجينا لحمه برده، باخد اللي هي بتاعتها واحوشها برده معاكم، وانا ببقى معاكم يا حبايب قلب. اهو الاكل بتاعي. انت عامله ايه دي يا ام ادهم؟ اعمل ايه يا حبايبي بقى؟ ما فيش وسع. قلت احط حله الرز كده، وهناكل دلوقتي، وهتشوفوا السفره المتواضعه بتاعت ام ادهم. ويلا بينا يا حبايب قلبي، نخش في اي حته. تشترك لايك، واللي اشترك ما اشترك، واللي ما اشتركش اشترك مع ام ادهم. بالله عليكم اللايك بيفرق معانا كتير. وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا حبايبي، يلا يا حبايب قلب ام ادهم. عملنا الرز اهو. يلا يا حبايبي كده اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع علينا يا حبايبي. انا حاطه اللي والله اهوت، اللي على النار يا حبايب قلبي، سيحتها لسه، هتسيح لسه. بسم الله ما شاء الله، عشان احنا والله يا حبايبي ما فطرنا، والله بجد ما فطرناش. ادي الرز بتاعنا الجميل. نضرب بقى اللوبيا الجميله بتاعتنا. العسل السكر تحسوا يا حبايب قلبي فيها عسل نحل، عسل نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا اسفه، انا بعيد عن الكاميرا بس عشان الحلل. بعمل معاكم والليه بقى الجميله، مش قادره اوصف لكم طعم الليه جميله كده. بصوا مع كأنها هي فيها لحمه والله العظيم يا حبايبي. الليه الجميله كده وجميله كده، مش قادره اوصف لكم الليه بتاعتنا عامله ايه كده. هعرف معاكم بس اهو. ربنا يخليكم ليا يا رب، زي ما تدعموني كده وتقفوا مع اختكم ام ادهم. يبارك لكم يا حبايب قلب، ويستركم من عند رب العالمين. اهو يا حبايبي جميله كده، حاجه كده عسل 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 كده. شويه لوبيا بقى بالتوابل. الله الله يا حبايبي، احسن من اللحمه. واللوبيا معروفه يعني، بصوا اللوبيا معروفه يا حبايب قلبي، اللوبيا معروفه وجمالها. بصوا الجمال يا رب. بس تكون الكاميرا بس ايه، مخلي معانا كيس مخلي جميل كده. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب. بصوا بصوا، طبعا انا قايله لكم اللحمه ايه، فيها حته لحمه ملبسه. بصوا عشان كده ايه، غابت في التسبيكه شويه. كان في كيس في قلب كنت شايلاه معليه اللي انا هسيحها. بصوا بصوا الجمال. اللي يشوف والله في يقول لك لحمه فعلا. ومعانا الطبق الترشي بتاعنا يا رب بس يكون موضح. حط لكم دي بس فين بقى المخلل بقى، شويه مخلل كده جايبينهم. وده كان يومي وده كان غدانا يا حبايب قلب ام ادهم. يا رب كده يكون بس جايب لكم الحاجه واضحه. عملنا ايه النهارده؟ عملنا اللوبيا، عملنا اللوبيا يا حبايبي، ودي الخضره بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، والله بجد بجد اكله جميله جدا. واللوبيا دي احلى من اللحمه بكتير بكتير. واحنا حاطين لها كمان ليا كمان، وفيها حتت من اللحمه كتير برده. ربنا يزيدكم نعمه. ويلا بينا احنا مع بعض اهو يا حبايب قلبي، ما تروحوش في اي حته. يلا بينا. ودي كان يومي معاكم النهارده، والليا على النار. ويلا بينا يا حبايب احنا مع بعض برده اهوت. هنتغدى ونرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. ما تنسوش في اللايك بالله عليكم حبايب قلبي. يلا يا حبايبي عشان هنختم الفيديو مع بعض يا حبايب قلب ام ادهم. احنا اتغدينا والحمد لله، وهنشرب الشاي دلوقتي انا والعيال. انا عامله كوبايتين شاي والحمد لله يا حبايبي. ما رضيتش اختم الفيديو الا لما اخلص معاكم اللي هي الجميله بتاعتنا دي. بصوا انا سيحتها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. هتعملي بقى دي بقى يا ام ادهم، دي بقى خليها يا حبايبي بقى للباميه. هنخلوها مثلا يا حبايب قلبي الايه، نور قناتها يا ولاد. هنخليها الايه بقى، شويه ملوخيه، لسنه البطاطس. والله جميله جدا يا حبايب قلب. وعندي علبه سمنه كانت فاضيه عندي، هفضيها في علبه السمنه ديت. ماشي يا حبايبي عشان هي لسه سخنه والله بجد اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الجمال اهو يا حبايب قلب. بصوا كده، ده ما بينزلش يا ماما، هنزله دلوقتي يا حبايب قلب اهو. او ممكن يسيح برضه. حطيت لها يا حبايبي انا نص كوبايه زيت.
هي باينه اهي، سخنه يا حبايبي خدي بالك اهو. انا ممكن احط دولت لوحده هي حلوة. ما هي خلاص ساحت. بصوا بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي اهي. طب انت هتعملي بدي ايه يا ام ادهم؟ بصوا انا مش عارفه امسكها عشان هي سخنه، يكفينا الشر يا رب. بصوا سخنه، طلعت لنا زي علبه سمنه. بصوا وحطيت لها انا الزيت اهو يا حبايبي عشان الكاميرا. بصوا اللي هي بصوا انا ما حطيت لها دوبك بس كوبايه، هي كوبايه نص كوبايه زيت بس والله اهي اهو. طب انت هتحطي ده فين يا ام ادهم؟ بصوا فيها كمان، يعني انا لو عايزه انزل كمان اهو انا كده هطفي النار عليها. بصوا اهي. كمل المعلقة. لا ما انا بصي عايزه ايه. بصوا يا حبايبي ممكن اخلي دولت في علبه لوحدهم لو انا حبيت، لو ما انتوا فاهمين اهو. اهي في ناس بترمى الكلام ده بس لا والله احنا كده خدنا الفايده بتاعتها. بسم الله ما شاء الله طلعت لي زي علبه سمنه اهو يا نيله شايفه. بصوا يا جماعه اهو يا حبايبي. هل انت هترمي ده يا ام ادهم؟ لا انا مش هرميه، حاسب يا قدومه يا حبيبي. بصوا يا حبايبي بقى اهو. ادهم خد بالك دي سخنه، خلي بالك يا حبيبه قلبي لو عندك اطفال ولا حاجه. انا عندي ابني شقي والله العظيم، ابني شقي جدا. دي سخنه نار يا ادهم. بصوا يا حبايبي كده. طب انت هتعملي في دولت ايه يا ام ادهم؟ انا هشوف برضو علبه عندي يا حبايب قلبي هرجع لكم تاني، تنسوش في اللايك. بصوا يا حبايبي لقيت برطمان، كان عندي شويه برطمانات حلوين كده للايه بتوع المربى. هتعملي ايه يا ام ادهم؟ بصوا هنزل الكلام ده كله فيه كرقته برتقان يا حبايبي. انا الخطه اللي انا بعمله. انت هترمي ده يا ام ادهم؟ لا انا مش هرميه يا حبايبي، ده خليه بيبقى دي طبعا فيها زي لحمه ضاني برضو. هنخلي الكلام ده كله الايه لما نكون مثلا عاملين بقى الباميه، هخليها للباميه بس، دي للباميه. وانا ايه بحمر البصلايه وانا بتش التشه بتاعتها كده بتبقى جميله قوي قوي في الباميه، بتبقى طعم والله العظيم يا حبايبي بجد بيبقى طعمها جميل جدا اهو. بصوا الجميل يا حبايبي اهو. سيحتها هنا وحطيت عليها زي كوبايه الزيت اهو. تخلي ريحه جميله وتبقى الاكل طعمه جميل كده يا حبايبي. هتحطها في التلاجة يا ام ادهم عادي يا حبايبي، الحر جاي نحط حاجتنا عادي في التلاجة ما فيهاش اي حاجه. يلا ربنا يوسعها علينا يا رب يا حبايب قلبي. احنا اتغدينا والحمد لله، واللوبي عجبت العيال عجبتهم بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي كده. ودي كان يومي معاكم. بصوا اهو هي سخنه نار فينا الشر، سخنه قوي 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 بجد. ربنا يسترها. هقول للعيال دلوقتي، هقول لعيال الصبيان برضه عشان ما يحسبوهاش كده تنوع عليهم تسلخهم. هقول لادم ومصطفى دلوقتي ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا حبايبي. ده كان يومي معاكم. ما تنسوش بقى ما تستخسروش فيا اللايك بالله عليكم، واشتركوا في واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويقف مع اخته ام ادهم. ربنا يبارك لكم يا رب زي ما بتقفوا مع اختكم ام ادهم. وكل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه عيد الام بكره ان شاء الله يا حبايب قلبي، وكل حاجه جميله يا رب يعدي تبقى رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين. وكل سنه وكل اهل مصر والسعوديه والناس الجميله بتاعتنا خارج مصر وبره مصر كل سنه وهم طيبين يا رب. يبقى رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين يا رب، وتبقى ايامنا كلها حلوه وفرح. وما تنسوش في اللايك بالله عليكم، واللي ما اشتركش مع ام ادهم يشترك مع ام ادهم وفعلوا الجرس هينزلكم كل جديد من اختكم ام ادهم. مع السلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا حبايب قلبي. شفتوا بقى اللي حصل؟ بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المفروض ايه ادوس في النص. شفتوا بقى يا حبايبي كنت همسح الفيديو كله، المفروض ادوس في النص يا حبايبي. معلش كلنا بننسوا يلا معلش بنسى. كنت بدوس لكم في الجنب، المفروض انا هختم معاكم الفيديو المفروض ادوس في النص كده، لا انا جايه ادوس في الجنب. كنت همسح كل حاجه يلا الحمد لله، بس ربنا برضو ايه حاسس بيا وحاسس بغلي. السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه يا حبيبتي. تدوسوا في اللايك. مع الف سلامه. ادوس في النص يا مصطفى. ايوه مع السلامه. ماشي.